الفيديو ده مخصوص. استاذ احمد اللي مصيطنا في فرنسا عمل فيديو النهارده قنبله، انا ما استحملتش. الفيديو ده يا جماعه فيه رساله قويه جدا وجميله جدا لكل شباب مصر اللي نفسهم يعملوا مشاريع بس مش عارفين يبداوا منين. خليكم النهارده تحطوا ايديكم على نقطه الانطلاق لاي مشروع انت عايز تعمله من خلال فيديو عم احمد ده. الشاب المحترم المهندس توفيق صاحب الصورة اللي قدامكم دي. ماشي، عم احمد بيشكر الشاب الجميل اللي اسمه توفيق، وبعدين الراجل ده قاد المعركة معايا، لا يعرفني ولا اعرفه، مجرد متابعة من مصر لفرنسا. ركز معايا في الدقيقة دي عشان عم أحمد مش شارح لك الكلام ده في الفيديو. عارف إيه المعركة اللي بيتكلم عليها عم أحمد دي يا صديقي؟ إن الباشمهندس توفيق الجميل ده عنده مزرعة بينتج فيها بعض المنتجات، فقرر إن هو يكلم عم أحمد ويقول له أنا عايز أصدر لك، عايز شغلي يتباع في فرنسا عندك. عم أحمد راجل بيزنس مان، وعشان يتعامل مع حد لازم يكون عنده سابقة وعنده سابقة خبرة وعنده سابقة تجربة في التصدير، لأنه بيعتمد على جودة معينة بيقدمها للعميل بتاعه. فالباشمهندس توفيق قرر إن هو يشحن البضاعة على حسابه ويجازف. يا صديقي مربط الفرس في الموضوع كله المجازفه. يا صديقي عايز تبقى وتكون لازم تجازف. قرر ان هو يبعت البضاعه لعم احمد على حسابه من غير ما يقبض اي مقدم للشغل. دي طبعا اول تجربه ليه في التصدير، فلو فشلت هو ممكن يخسر حاجات كتير. عم احمد زي ما اتفقنا ان هو بيزنس مان، والبيزنس ما فيهوش عواطف. عم احمد قال له يا باشمهندس انا مش هديلك ولا جنيه غير لما البضاعه تجيلي لغايه عندي هنا قدام منفذ البيع بتاعي، ابدا اورد لك اول شيكه وابدا احاسبك على البضاعه بشكل كامل. المشهد اللي جاي ده هنشوف عم احمد فرحان علشان حاجتين: اولا ان البضاعه وصلت، لان هو زي ما اتفقنا رجل اعمال وما تزعلش مني يا عم احمد، دي هتبقى اهم حاجه بالنسبه لك. تاني فرحه باينه على وشه وعلى كلامه ان شاب مصري جازف ونجح معاه. تكاليف التصدير وتكاليف التجربه غاليه جدا على مبتدئ، بس الباشمهندس توفيق بيضرب مثال بعقليه رجل الاعمال اللي هو انا جاي اعيش، انا جاي اكسب، انا جاي اجازف، انا مش هفوت فرصه الواحد في المليون لو كانت من نصيبي. تيجي من مصر بالجمال ده كله، حتى لو الكرتونة اتكسرت، التين ماسك نفسه بالطريقة دي وبالجمال ده، يستاهل كل الاحترام ويستاهل كل الشكر. اما احمد بعد ما بص على البضاعة واتأكد ان هي نمرة واحد، اول حاجة ركز عليها واول حاجة هيبدأ يشتغل عليها ويدعم الشخص ده علشان خاطر حاجة واحدة بس، ان هو جازف. دليل كلامه دلوقتي، شوف بيقول ايه. يريسكي معايا ويبعت المنتج ده كله بالكميات ديت من غير اي ضمانات. يريسكي معايا ويبعت المنتج ده كله بالكميات ديت من غير اي ضمانات. يريسكي معايا ويبعت المنتج ده كله بالكميات ديت من غير اي ضمانات. شايف؟ بعد ما اتأكد من جودة بضاعته وركز على اهم حاجة في التعامل مع الشخص اللي قدامه ان هو جازف جازف، وبعت له البضاعة بدون ضمانات، ده بيديله ثقل وبيديله ثقة. قلت له ان ممكن السلعه دي في المطار تتحجز، ممكن تروح ممكن ما تطلعش. قال لي معاك، وصلت السلعه نتعامل مع بعض، ما وصلتش نجرب تاني. شايف؟ ما وصلتش نجرب تاني. فرصة الواحد في المليون مش هتضيع مني.